فبالتالي الخشوع تذلل القلب، خضوع القلب، إقبال القلب على الله بالكلية. كيف يكون ذلك؟ يكون ذلك بالآتي: أولا تذلل القلب، ألا ترى بقلبك وفي قلبك أن لك مكانة عند الناس. قال العلامة ابن القيم رحمه الله عن شيخه يعني ابن تيمية، قال: كان يقول من الخشوع والتواضع ألا ترى لنفسك على أحد من الناس حقا، وألا ترى لنفسك على غيرك فضلا. يعني لا ترى أن عندك عند الناس حق. مثلا بعض الناس يعلم ويدرس ويرشد وكذا، يقول ينبغي أن يعرفني الناس، للأسف الشديد، ويعتقد هذا للأسف الشديد أنه ينبغي أن يعظم وأن يجل، وأن لا تهدر حقوقه من التعظيم والإجلال، كأنه يريد أن يتقاضى أجر تعليمه للناس احتراما منهم. واحترام الناس لك إنما يكون من الله، لأنه هو الذي يضع القبول لمن شاء ولمن أراد ولمن أحب من عباده. وبالتالي هذا الكلام عجيب، لم ينتهي كلام ابن تيمية بعد. يقول: صاحب الخشوع وصاحب التواضع، بل العارف بالله لا يكون عارفا بالله ما لم يكن على هذا الأمر، لا يرى له على غيره حقا، ولا يرى لنفسه على غيره فضلا. قال ابن تيمية: فلا يعاتب ولا يطالب ولا يضارب. فلا يعاتب المقصرين، لا يعاتبهم، ولا يطالب، لا يقول للناس اعطوني أبدا، لأنه يعلم أن الأمور بيد الله، وأنه هو الذي يجريها، وأنه هو الذي يمنعها، وأنه الذي يعطي، وأنه الذي يعز، وأنه الذي يذل، وأنه الذي يرفع، وأنه الذي يخفض، وأن الأمر كله بيد الله جل جلاله في علاه. لذلك لا يطالب ولا يضارب. إما المراد الأذى، وإما المراد الاسترسال في الدنيا من المضاربة.